السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقاء، عاملين ايه؟ النهاردة جايبين لكم فيديو جديد وجميل، ازاي اللي احنا نبني البيت في توكا بوكا. يلا بينا نبدأ. اول حاجة تروح للمكان اللي في البيت. انت طبعا لو البيت مش موجود تضغط على السهم دون، اهو السهم اللي هو عليه شاكوش دون، تضغط عليه وهتختار اماكن زي ده كده. ولو انت بقى جيت دلوقتي تختار مكان هيقولك المبنى مبني بالفعل. طيب بما انه مبني في الفعل فاحنا ملناش دعوه بالحاجات دي. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا لايك عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا ندخل البيت. اول حاجه كملوا الفيديو بقى للاخر عشان هنعمل حاجه مهمه جدا ومفيده جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بسم الله. هو طبعا هيحمل، لما انت تيجي تدخل البيت هيحمل، نستنى عما هو يحمل. طيب اول حاجه احنا بنقوم كده ضاغطين على البتاع اللي على الجنب ده اهي، ايوه تضغط مثلا على دي، تقوم جايين اول حاجه لازم تضغطوا عليها، عشان لو انتوا ما ضغطتوش عليها بالصوم، لو انتوا ما ضغطتوش عليها ما ينفعش اللي هي تشيل، لازم تضغطوا على دي وتبدا تضغطوا على اي حاجه من هنا، تبداوا ايه تشيلوا كده على السله اللي بتبقى هنا دي، شيلوا كل حاجه، كل حاجه تشيلوها. وطبعا البيت بيختلف من واحد لواحد، يعني مش لازم يعني هو البيت اللي انا عامله كله هيعمله، اختلاف برضو، بيبقى فيه اختلافات من واحد لواحد. طيب دلوقتي بقى البيت فاضي وكل حاجه، لو احنا عايزين نخلي يبقى بيجي بالليل نضغط على الشمس ضغط، عايزين الصبح يجي نضغط على القمر ضغط. طيب نبدا اللي احنا نضغط هنا ماشي، ونبدا اللي احنا نجيب سرير، طبعا احنا بنضغط على السرير ضغطه واحده، نبدا اللي احنا نلفها. طبعا لو انتوا عايزين انكم تحطوا السرير بحريه تامه اضغطوا على السهم دهون ده، وتقوموا جايين حاطين السرير كده ماشي، ونبدأ نقوم جايين ضاغطين على السهم تاني اللي احنا دخلناه ونفتح. ومثلا لو احنا عايزين مثلا نحط دي، نحط بس ايه شماعة صغيرة من دي مثلا، عشان ايه الشقة تكون رقيقة كده. طيب بعد ما حطينا دي نبدأ اللي احنا مثلا نجيب سجادة، سجادة وكمان واحدة، ومثلا نجيب واحدة هنا، وفي الحمام نجيب واحدة صغننة. طيب ونبدأ بقى عايزين نجيب اللي بعده، نضغط هنا وتاني نضغط هنا ونضغط هنا. دي بقى الحاجات دي لو احنا مثلا عايزين اللي احنا نعمل شماعات وحاجات من دي، زائد لو احنا عايزين يعني نعمل طفل وكلام من دول، بس احنا الكلام ده مش عايزين، مش عايزين الكلام ده، نطلع بره ماشي. ماشي تعالوا بقى نضغط هنا وهنا، ونبدأ اللي احنا نجيب الدرج دون. الدرج ده طبعا بتحط في الالعاب وبتحط فوق طبعا لو في كتب وكده. بصوا ايه رأيكم في البتاع اللي فوق دي؟ البتاع اللي فوق بقى دي نبدأ اللي احنا نختار منها، عايزين نجيب تلاجة نقوم جاي ضاغطين على دي كده ونجيب التلاجة، بس دي كده بتحط في الصالة على فكرة، حط فين في الصالة. ونبدأ اللي احنا نجيب كراسي، نجيب مثلا ادي كرسي، ادي التاني، ونجيب البوتاجاز نحطه هنا، وتبدأوا تفتحوا التلاجة كده ترصصوا فيها. طيب بما ان احنا نرصص في التلاجة، فانتوا عايزين الفيديو الجاي يكون ايه؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات، اكتبوا لنا تحت في التعليقات. طبعا احنا لو جينا نضغط على البتاعه دي مش هنعرف نضغط عليها طول ما احنا فاتحين دي، فهنقوم جايين ضاغطين على الاكس اللي فوق دون، ونقوم جايين فاتحين التلاجة، ونبدأ تاني نضغط على دي وبعدين على الكرسي علامة الكرسي دي، وبعدين نبدأ ايه نجيب الخبز كده، الاكل اللي انتوا بتحبوها. تحبوا اكل ايه؟ طبعا اهم حاجة البيض. طب وفين الزيت؟ والدقة طبعا عشان نكمل البيض، اهم حاجة نكمل البيض.
بصوا كمان بترش الوحيدة محترم، تسمع الكلام. طيب هنحطها بس على الارض عشان مش كل شويه نطلع ونيجي. ونجيب طبعا فرخه، حاجات هنا ببلاش، ببلاش الكلام كله، كل دي ببلاش. دي بقى اللي احنا عايزينه. ودي تورته طبعا مفيش زيت، او في بيتزا كمان ببلاش اهي. طيب دي بقى نصب فيها الشاي، ودي اللبن طبعا نجيبه. احنا جبنا الكرسي، لا نسينا نجيب الترابيزه اللي هم اصلا هيسيتوا عليها. طيب هو دي بقى الدقه، نحطها هنا ونقفل التلاجة، ونحط دي كده ونفتح دي ونحط دي هنا ونقفل دي، ونفتح الفرن ونقفله تاني طبعا عشان نشوف هو حلو ولا وحش. كيف اللي عامل بارد، انا ماليش دعوه، خليك فاتح بقى نخلص الانبوبه. لو انت كده شاطر اسمع الكلام. نبدا تاني. انت بتضغط فين عشان التحديثات بتيجي جديده على فكره، التحديثات الجديده دي. نضغط هنا، عايزين العاب وعايزين شاشه طبعا. هنجيب شاشه هنا وشاشه في الاوضه، بس يبقى اللي هيقعد يتفرج ازاي، المهم ان يكون في شاشه وخلاص. ونحط الشاشه في الحمام. طيب نجيب عربيه وكوره بس كده. دي بقى بتاعت الكلب ولا بتاعت الحمام دي؟ طيب تعالوا بقى نبدأ في الحمام. نجيب القعدة طبعا، ونحط دي هنا كده. طب دي تتحط فين؟ نرميها وخلاص. نكوة، نحط النكوة دي فين؟ نحطها هنا. طيب يلا حبايبي اللي لسه مكملين الفيديو لحد هنا، لحد هنا لسه مكملين الفيديو، ده انا اطلعها فوق. والنكوة اهم حاجة يعني، عشان انا عارف والله اللي هي تحرق الخشب، بس مش مشكلة يعني، لازم يعني مفيش اصلا لها فيش. طيب وهيعملوا حمام فين؟ نجيب لها واحدة من النظيفة دي. طيب كده احنا عملنا الحمام، وعملنا ايه؟ الصالة، وعملنا لسه الصالة لأ، نحط فيها كنبة دي. حط ده عشان الأطفال. ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمله عند بوكا. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طب دي بقى بتتحط فين؟ ده عين ايه ده بجد والله. التحديثات دي جميلة. ونعلق دي هنا صح؟ مش لازم. طيب دي ايه؟ طيب الكتب بقى طبعا عشان المذاكرة والنوتة دي. طب هما بقى يذاكروا فين ويحفظوا الكلام ده كله؟ طبعا لازم يكون في قلم. والدولاب طبعا نسيناه، اهم حاجة. عندنا طبعا شوية حاجات حلوة كده وتستحق اللايك. الدولاب طبعا الدولاب دي كده بقى ركزوا عشان في حاجة مهمة جدا. شايفين الدولاب شكله عامل ازاي؟ دون ما ينفعش يلف صح؟ ما ينفعش يلف. هنجيب دون هو اللي هنا، دون هو اللي نحطه هنا، ودون كده ايه نحطه هنا. وبقى اللي ينام يتفرج حلو. لا دي أنا مش هنحطها هنا، نحطها هنا. ونبدأ بقى اللي احنا ايه نرصص الحاجات دي كده. نحط دي تحت، نحط الكتاب دي هنا، ونحط القلم ده جنبه. والقلم بقف، المفروض ينيمه جنب الكتاب يعني. طيب دلوقتي بقى احسن حاجة ان الساعة دهيا
بتكون مسلطة على الوقت اللي انت فيه بالظبط. يعني دلوقتي الساعة فيها كام؟ الساعة دلوقتي 3:44 وهي مظبطة 3:44. ده والله احسن حاجة، تكون حاجة جميلة. يعني مثلا لو انت عايز تعرف الساعة تقوم جاي بص عليها، هي انها ساعة حقيقية وبجد بجد جميلة. نقفل البتاع دي. طيب دلوقتي احنا عملنا كل حاجة، والفيديو الجاي ان شاء الله عرفونا انتم عايزين ايه، وهنعمل لكم قصة جميلة في توكا بوكا. ولو انتم عايزين نعلمكم ازاي اللي احنا نعمل اشخاص قولوا لنا، واحنا هنعلم كل حاجة ان شاء الله. وباي. اللي كمل الفيديو لحد هنا بحبكم.